النادي الاهلي جايب مهاجم عالمي اسمه محمد شبرون من دمياط. اللي هو انا يا عم الحاج، انا يا ريت نلعب في النادي الاهلي بس خلاص، يا ليت الشباب يعود يوما. بقى عندي 41 سنه، كلها بالظبط النهارده 11، كلها بالظبط 23/7 هيبقى عندي 41 سنه، حطمت الرقم القياسي، عايش بقالي كتير. المهم، مش هتقول لي كل سنه وانت طيب. طيب، نخش في الموضوع ده. انا ده لو كنت بص ادغدغ شبيك الزمالك اجيب، بص ابقى كريستيانو رونالدو يالا. عليك يا ميسي يا ابن الوزه، اللي هو عرفنا الوزه على طول، اول ما اقول الوزه يبقى ايه؟ ميسي ابن الف لام واو س خ ت مربوط على طول، يبقى ايه بس عشان ما ناخدش ذنب. المهم، ربنا يهدينا ويهديه بس. اسوأ لاعب جه في العالم كله على الاب وام الشيطان. نخش بقى في الموضوع والنادي الاهلي، وطلع كلام يعني مباراه برشلونه والاهلي مش على الورق، لسه ما حددوش ميعاد معين ولا توقيت معين، لكن المباراه الرسميه الاهلي هيلعب مباراتين رسميتين في اسبانيا، المعسكر اللي هيتلعب في اسبانيا قدام اسبانيول يوم 4 اغسطس وقدام جيرونا يوم 7 اغسطس، والنادي الاهلي وحشنا. طيب، اما عن المهاجم العراقي بيتر كوريكيس ده، النادي الاهلي ما كلموش وطلع الكلام كله فنكوش فنكوش، مش جاي النادي الاهلي ولا اي حاجه. النادي الاهلي بيقارن بين اربع مهاجمين: منصف بكرار ده مهاجم جزائري، سفيان بن جديد ده مهاجم مغربي، نزير ابن بو علي ده مهاجم جزائري، وابراهيم دياباتي ده مهاجم مالي. النادي الاهلي يعني الحسين عموطه يعني حابب وداخل مزاجه قوي قوي منصف بكرار، ماشي. ولسه النادي الاهلي بيتكلم في يعني الامور الماديه وكده يعني، ماشي. عندك برضو تريزيجيه، يعني النادي الاهلي مش هيمشيه الا لما يجيب البديل مكانه يعني. عندك امام عاشور، النادي الاهلي برضو مش هيمشيه ومتمسك بيه، ولو حاله اللي هو عايز يمشي لما يجي له عرض حلو وهو عايز يمشي، النادي الاهلي مش يعني هيرفض يمشيه ويقول له اتفضل امشي يا امام عادي. مصطفى شوبير نفس الكلام، النادي الاهلي هيقعد معاه ويعني هيديله مرتب كويس وهيديله مميزات واعلانات تليق بيه. هو لو مصمم على الرحيل النادي الاهلي ايه، هي مش هيقول له لا، ماشي، بس ايه بشروط النادي الاهلي عشان النادي الاهلي يكسب منه يعني. عندك برضو حسام عبد المجيد، يعني الزملكاويه قالوا اللي ايه اللي هو يعني كوبري لما يروح الدوري البلغاري ويروح بعد كده النادي الاهلي. بس النادي الاهلي لا، مش ملوش علاقه بالموضوع، الفكره العامه هو الزمالك بس مزنوق فعايز يمشيه عشان يجيب منه فلوس حلوه يعني. هو مدافع حلو طبعا وعمل عليه مع المنتخب، كان متالق وجاب ضربه جزاء مش هنساها له طبعا. الله عليك يا حسام عبد المجيد، انا بحبك والله. وده بقى اسمها ده الاسطوره بقى، ده اسمه اسطوره بقى اللي بيعمل لك حاجه كويسه ايه في وقت كويس يعني، ده تسميه ده كده داخل بقى لما تيجي تقول لي اسطوره نادي الزمالك ولا حسام عبد المجيد؟ اسطوره نادي الزمالك حسام عبد المجيد على طول، ماشي. طبعا والله العظيم مش هزار والله بجد والله، هو ده اسطوره بس. طيب عايز اقول لك برضو لولا احنا اتظلمنا في الارجنتين كنا وصلنا زماننا دلوقتي يعني في حته تانيه خالص. زماننا في حته تانيه، كان زماننا بنلعب سويسرا، وبعدين لو كنا كسبنا كنا لعبنا مين؟ مش كنا لعبنا يا بلجيكا لا، كنا بنلعب مين؟ كنا هنلعب يا النرويج يا حد، يا انجلترا في نصف النهائي. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب عندك نيجي بقى لابراهيم عادل. ابراهيم عادل كان النادي الاهلي بيتكلم عليه وعايزه، بس كده الصفقه اتجمدت عشان ايه مستواه ايه يعني تراجع. عايز اقول لك برضو لاعب نازل غزل المحله اللي هو محمود صلاح، يعني الصفقه وقفت، اللي هو كان بيلعب جناح ايه يسار، عشان ايه مش ما اتفقوش على الفلوس يعني. عايز اقول لك برضو رمضان صبحي عنده مشكله كبيره جدا بعد قرار ايقافه 4 سنين، ولا تدريب ولا إدارة، ممنوع من أي نشاط كروي. والمحامين شغالين عشان يشوفوا ثغرة في أي منكش في البلنكش بحيث اللي هو إيه الدنيا تتعدل يعني. بس يعني بيقول لك أهو محامين شغالين على نظام في المحكمة السويسرية لعل وعسى الأمور تتعدل. ماشي. قال لك المدرب الحسين عموته في التدريبات موري للعيبة لعيبة النادي الأهلي العين الحمراء، يعني مصمم يشوف كل اللعيبه في التمرين بعينه، حتى اللي كان الكلام عليها تطلع اعاره زي مصطفى العش وعمر الساعي. الراجل قفل ملف يخرجهم وقال هيقيمهم بنفسه الاول ويشوف مين اللي هيقعد ومين اللي هيمشي. الحسين عموته عايز محمد علي بن رمضان مش عايز يمشيه، لعيب معانا شويه عايز يمشي بسبب المدرب المعتوه اللي فات يستروب، يعني ما خلوش يلعب في منتخب
تونس ويلعب كاس العالم، فهو متضايق قوي من الحته ديت. فالنادي الاهلي بيقعد معاه والحسين المعموته، والحسين المعموته هيقنعه ان شاء الله ويقعد مع النادي الاهلي محمد علي رمضان، خصوصا بعد ما نادي الحزم السعودي انسحب من الصفقه ومبقاش في الصوره غير الشمال القطري. ماشي. انا قلت لك على كل حاجه. نيجي لاهم حته في الفيديو، هي هو دقيقه بس او دقيقه ونص يعني. صلاه الظهر وقرأت شوية من سورة النساء، ووقفت عند الآية الجميلة يعني تدبرت في الآيات دي، بس الآية دي حلوة قوي أسمعها لك دلوقتي، استحملني بس دقيقة. والأمرنهم فليغيرن خلق الله، والأمرنهم فليغيرن خلق الله. تعالى كده نسمع الآيات دي وأقول لك يعني اختصار بسيط جدا اللي في دماغي يعني. ماشي. تعالى كده، بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. يعني ايه الكلام ده؟ بص انا لخصت اللي في دماغي، بس انا مش هقول لك كل الايات، انا حبيت اسمعها لك من البدايه لاخرها. خلي بالك بعدها ايه الايه 122، والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وارى الله حقا ومن اصدق من الله قيلا. يعني انا اللي استوقفتني ايه، معلش انا اسف، انا يعني زي ما انت سمعت يعني هو بيتكلم صح، يعني هو بيقرا صح، انا بقرا غلط تمام. والامرناهم فليغيرن خلق الله، يعني مش معنى يعني ايه. بص عايز اقول لك على حاجه بس قبلها، يعني مش خلقه ربنا اللي هو تصغر مناخيره والحاجات دي كلها، ممكن الحاجات دي تعملها لجوزها يعني لو هي متجوزه. لكن طبعا لو هي واحده يعني اللي بيعملوه اليومين دول طبعا يعني حرام، بس لو عندها مشكله في وشها والحاجات دي كلها عادي مش حرام يعني. بس انا بتكلم على لو هي عايزه تزيد جمالها لجوزها مش عارف ايه عادي. لكن انا بتكلم خلي بالك، ولا اضلهم ولا امنينهم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام، اللي هو الفكره العامه اللي انا ايه اغير في الحاجه الكويسه. يعني الحاجه دلوقتي انت بتاكل السمك بقى كله متهرمن، الفراخ كلها متهرمنه، الاكل كله حتى العسل كله متهرمن، حتى اللبن ما يقول لك تيجي تتكلم ما تاكلش كذا عشان ده مضر وده مضر وده مضر وده مضر وده راح واحد في الاخر خلاص اكل تلج. فالفكره العامه كله بقى اضرار، وانت شايف انت حتى ايه اللي قتلوه ده اللي هو الدكتور اللي قتلوه العوضي، فهمت قصدي؟ فلو امرناهم فيغيرون خلق الله، اللي هو ايه الحاجه اللي ربنا اللي خلقها كويسه بقت ايه، بقت حاجه ضاره. واجيب لك الايه اللي بتدل الكلام دوت، بقت حاجه مش كويسه. فالشيطان غير كل حاجه، فهمت قصدي؟ ضحك عليهم. اقول لك شوف اللي قبلها بيقول لك ايه، لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني فهمت؟ ولا اضن لهم ولا فهمت؟ فالفكره العامه اللي هو زي مثلا ايه اللي هم يعني يا وانت لازم تعملها كده عشان ما تتأذاش الفيديو بتاعك. اقول لك ايه يعني اعمل حاجه، افتكر جيم كيري ولا مايكل جاكسون ولا جزيرة اقول لك ايه يا عم الحاج، هي دي الطريقة
اللي انا نستخدمه بعد كده عشان ايه؟ نداري عشان الفيديو ما يتقفلش. عايز مثلا تقول ايه؟ اسرائيل اسرائيل هو اسرائيل. اقول لك ايه يعني؟ ربنا يرحمنا برحمتك الواسعة. ده انتوا كلكم ولاد وزة، ألف لام واو س خ ت مربوطة. طب أنا برضو غبي. ألف لام ميم ألف س واو نون ياء ت مربوطة. بس خلاص الموضوع انتهى. طبعا أنت فهمت يعني، فهمت قصدي؟ فأنا بوضح لك يعني اللي إيه اللي هم بيغيروا خلق الله في الأكل في الشرب في كل حاجة. كل حاجة بيعملوها هربطات، كل حاجة بيبقى حاجات بقت ضارة، كل حاجات بقت ما عادش كويسة يعني. فهمت قصدي؟ ربنا قال لك في الحاجة الكويسة في سورة المؤمنون: شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بدون صبغ للآكلين، اللي هو زيت الزيتون يعني. ماشي؟ فمن قصدي: وأن لكم في الأنعام لعبرة نسقكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. فحاجات كلها كويسة، اللبن كويس، كل حاجة كويسة. كل الأكل ربنا قال لك الخمر لا، لحم الخنزير لا. لكن هم إيه يعني؟ غيروا خلق ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة بقت كويسة بقت ضارة، والحاجة بقت إيه يعني بيحاول يحسسك بقى الحاجة اللي تضر هي اللي نافعة بقى. يقول لك الخمر ده مفيدة ولحم الخنزير بقى والحاجات الغريبة اللي بيعملوها دي. فهمت الفكرة العامة؟ أنا آسف أنا قلت دقيقة ونص وأنا طولت أوي أوي أوي. فهمت الفكرة العامة؟ فا بقول لك المقصود بالشجرة هنا شجرة الزيتون. فهمت قصدي؟ فلحد دلوقتي كانت في واحدة والله العظيم رب الكعبة بتقول لدكتور تقول له أنا بحس إن باكل العسل اللي أنا بدوخ وبيغمى عليا ومش عارف إيه. راح قايل لها الدكتور قال لها إيه؟ صدق القرآن وكذبت كذا. فهمت قصدي؟ لا، هو الفكرة العامة هي كلامها صح. ليه؟ لأن هم دلوقتي هو العسل عسل، العسل كله سكر. غش، كله غش. هو زيت الزيتون هو زيت الزيتون، ما عادش كله وش في الحلمبس في البلومبس كله بتنجان. انت عارف انت بتعرف انت بتاكل ايه اساسا؟ هو اللانشون اللي انت بتاكله ده لانشون، ولا الاكل اللي انت بتاكله ده اكل؟ انت عارف انت بتاكل ايه؟ انا احنا عايشين برضا ربنا، برضوان ربنا، احنا عايشين ببركه ربنا. فاحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو ربنا بينجينا وخلاص. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. وكل ده اسمه نجوى، انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا ليس بضارهم شيء الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكلنا عليك يا رب. ماشي؟ فهمت انت دماغي يعني؟ سلام يا احلى ناس.